السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. مرحبا بكم متابعي ومتابعات قناة المحترف واحد. إخوتي وأخواتي في الله، أردت أن أبين لكم في هذه الحلقة أسباب أو سبب من الأسباب التي تجعل حاسوبك حقيقة خارج الخدمة لسبب تافه وحقيقة لا أجد له تفسير، ولكن أردت مشاركتكم لتفادي مثل هذه الأخطاء. هذا الحاسوب كما تشاهدون هناك سأبين لكم كل شيء بالتفصيل أمامكم. هذا الشاحن موجود، معنا الشاحن يشتغل، اللمبة تشتغل. سأضع هنا الشاحن في الحاسوب وأبين لكم ما يحدث. في طبيعة الحال، حتى إن كان حاسوبك في حالة حالة سيئة وفيه نظام لا يشتغل، في عطل في النظام أو عطل في الكارت، في الرام أو في الهارد ديسك أو في غير ذلك، على أقل شيء يكون هناك الأضواء أو ضوء الشاحن يشتعل هنا كما تشاهدون في الصورة، أو على الأقل هذا الضوء قرص باور يشتعل، لكن هنا لا توجد أي علامة أو اشتعال أو اشتغال حقيقة. مع أنه هذا الحاسوب من الأنواع الجيدة وهو دال، من أنواع حقيقة المشكورة وهو جيد. كذلك هذا الحاسوب كما تشاهدون هنا في الصورة فوستروما من أنواع حقيقة الجيدة جدا في السوق. لكن للأسف هنا عندما نضغط لا يشتغل الحاسوب ولا يريد الاشتغال ولا توجد أي استجابة. نضع الشاحن أو لا نضع الشاحن. السبب ما هو السبب؟ السبب سحب هذا الحاسوب. عندما سألته قال لي لا يوجد يعطل كما، لكن عندما أصريت قلت له غير من معقول وغير، لأن أضعف الإيمان إن كان فيه أي مشكل في الحاسوب يكون على الأقل هناك أحد الأضواء تشتعل هنا، لأن هناك ضوء يدل على الأقل وصول الكهرباء إلى الحاسوب، لكن لا يوجد. ما رعني إلا أن اعترف أخيرا أنه قام بتنظيف الحاسوب بمواد تنظيف عادية، وقال لي لكن هذا غير حقيقة. هذا أمر لا أجد له تفسير. لتنظيف حاسوبك هناك أدوات بسيطة جدا وفعالة تقوم بها، فرشاة أسنان مثل هذه تقوم بها. وهناك مواد، أنا لا أريد أقوم بالإشارة، ولكن هناك مواد في الأسواق خاصة لتنظيف الحاسوب. هذه المواد غير غالية وتقوم بشراء وتنظيف حاسوبك وتفادي هذا التلف. هذا التلف في الأغلب هو هناك وقع عطل، لامست الماء أو المواد التي قمت تنظيفها، لمست أننا مرت من هنا من لوحة المفاتيح ولمست لوحة الأم الكارت مير، وهذا الحاسوب سيكون إصلاحه حقيقة أغلى من الحاسوب في حد ذاته. إخوتي في الله، أنصحكم بتفادي مثل هذه الأشياء البسيطة، ولكن تقضي على حاسوبك، خاصة أن الحاسوب حقيقة في بعض العائلات تكون غالية الثمن. هذا الحاسوب حقيقة من نوعية جيدة، الآن حتى إصلاحه يكون أغلى من الحاسوب حد ذاته. قمت بفتح الحاسوب، انظروا للمواد التي قام بتنظيف بها، الماء أو غير ذلك. تجاوز حتى لوحة المفاتيح، وصلت إلى الحاسوب ولمست هنا رابط الشاشة كما تشاهدون، لمس من الداخل. حقيقة طريقة أفسدت الجهاز بدون جدوى. سأقوم بفتح الحاسوب وننظر. هنا فتحت الحاسوب وتنظروا هنا كما تشاهدون هذه القطعة التي قمت بحقيقة في حالة رديئة جدا. الأكسدة وصلت إلى الكارت مير، وصلت إلى الداخل. هناك من سوء تصرف من صاحب هذا الحاسوب. أردت أن أنوه وأنبهكم لمثل هذه المخاطر وهذه المشاكل. انظروا إلى حقيقة تمت الأكسدة، إقطاع صغيرة، وحتى إصلاحه يأخذ الكثير من الوقت وتكون مكلفة في بعض الأحيان. أريد التنويه والنصيحة، وأرجو أن تكون الرسالة وصلت لكم. ما يجب علينا الآن هو مراجعة كل هذه الدوائر الإلكترونية ومراجعتها، وإن شاء الله نجد الحل. ولكن أردت التنويه والتنبيه دائما لهناك سوء تصرف يحمل إلى إفساد الحاسوب. في رعاية الله دمتم، وأرجو أن تكون هذه النصيحة وصلتكم، ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الاشتراك. شكرا.